اجتمع المستشار الصيني ووزير الخارجية وانغ يي في 13 من مايو مع وزير الخارجية الإيراني ظريف في العاصمة بكين. وقال وانغ يي إن الصين تقدم ضمانات وتلتزم بالحفاظ على الاتفاقيات الدولية، وأن الصين مستعدة للحفاظ على التواصل والتنسيق مع الأطراف المعنية بما في ذلك إيران، ومواصلة العمل الجاد للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني بطريقة موضوعية وعادلة ومسؤولية. وفقا لتقارير صادرة عن التلفزيون الصيني، بدأت أول ناقلة طائرات من طراز A001 المصنعة محليا في الصين بمناورات بحرية تجريبية للتحقق من جميع أنظمة الناقلة الميكانيكية وأنظمة الاستقرار والتحكم والمعدات الأخرى داخل الناقلة. وفقا لوكالة الأخبار نيهون كيزاي شينبون، أنه في السنوات الأخيرة وصلت الاستثمارات التركية في قطاع الإنشاءات في القارة الإفريقية لمستويات كبيرة تنافس الاستثمارات الصينية. أغلقت إسرائيل في 12 من مايو معبر كيرم شالوم بعد يوم من اجتياز العشرات من الشبان الفلسطيني الشريط الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل. وكان الشبان اقتحموا موقع عسكري إسرائيلي حيث قاموا بتدمير وإحراق معدات للجيش الإسرائيلي وأشعلوا النيران في أنابيب الوقود. وأعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق المعبر حتى إشعار آخر. تعرضت 3 كنائس في إندونيسيا صباح 13 من مايو لهجوم بقنابل متفجرة، وقد أدى الهجوم إلى مقتل 13 شخصا وإصابة 40 آخرين. وقال جنرال ديتو في مؤتمر صحفي من مقر الشرطة الوطنية الإندونيسية إن المهاجمين الانتحاريين الذين قاموا بتفجيرات متسلسلة في صباح 13 من مايو كانوا من نفس أفراد أسرة واحدة وينتمون إلى تنظيم الدولة الإسلامية. تعرض مبنى وزارة المالية في مدينة جلال أباد في 13 من مايو لهجمات باستخدام القنابل وإطلاق الرصاص من قبل مسلحين إرهابيين، مما أدى إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة 36 آخرين، بينهم ضابط شرطة و3 من موظفي وزارة المالية. وفيما بعد أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم.